بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا. والله العظيم بتوحشوني بجد يعني، بس طبعا كان غصب عني، لأن كان طبعا وفاة الراحل كابتن محمد صبري، وكان ساعتها ماتش منتخب مصر. كان الواحد ساعتها ملوش نفس ان هو يحلل، وجي كمان الماتش بتاع اوزبكستان تكسب مصر 2-0، وبعد كده نتعادل مع كاب فيردي ونلعب ضربات ترجيح في بطولة انت المفروض ان انت تروح تاخدها وانت مغمض وترجع. فطبعا كل الظروف دي مع الوفاة سدت نفس الواحد ان هو كان يعمل فيديو الفترة اللي فاتت دي. ولكن النهاردة بعد مباراة النادي الاهلي لازم نعمل فيديو وندي للنادي الاهلي حقه. الشوط الاولاني عمل مباراة كبيرة، كان المفروض تطلع 4 و5-0 الشوط الاولاني. نجمها كان تريزيجيه صراحة يعني، واشرف بن شرقي. دول كانوا ابرز 2 لعيبه الشوط الاولاني، وهم اللي كانوا عاملين الشغل كله والاداء اللي احنا شفناه. نزل الشوط الثاني النادي الاهلي ضامن في جيبه 2 جونين، ضامن المباراه والدنيا زي الفل، وفرقه ملهاش انياب، وهم ضاغطين على طول فرقه النادي الاهلي ومستحوذين. واذ بالشناوي على غير العاده يرجع فرقة شبيبة القبائل تاني للمباراة. ازاي بقى تمشي 2-0 والدنيا سهلة كده؟ لا، لازم يبقى لي بصمة. فكورة غريبة الشكل تيجي في كعب رجله وتخش كورة عرضية ملهاش لازمة. ولكن ده اللي يدل بقى ان ايه، آن الأوان ان مصطفى شوبير لازم يقف بقى يحرس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، سواء هو أو أحمد الشناوي بتاع بيراميدز. لأن بصراحة محمد الشناوي البركة حلت عنه خالص الفترة اللي فاتت دي، وتحس كده اللي كانوا وز هيطلعوا الفترة اللي جاية دي بط بط. ليه؟ لأن حتى النهاردة وهو حس بالحرج، فهو اللي طلب التغيير. خلي بالكم، ودي حركة أنا بشكره عليها، لأن لو كان كمل كان ممكن في كورتين، كان ممكن منهم واحدة جون، وكان المباراة أزمت أكتر، وكانت الدنيا هتبقى مش أحسن حاجة معاه مع جماهير الأهلي. ولكن هو حس إن هو مش قادر، فقام جاي، أو إن هو مش يومه، فطلب التغيير وغير ونزل مصطفى شوبير اللي صد انفرادين، 2 انفراد على غير العادة. متهيألي لو فيهم واحدة الشناوي كان موجود كان فيهم واحدة هتخش. وده مش تقليل، احنا بنتكلم ان الشناوي طبعا قعد فتره كبيره هو رقم 1 في مصر، وهو احسن حارس في مصر. بس خلاص بقى، كل وقت وله اذان، ودي سنه الحياه. شوبير طالعه ما شاء الله. حتى لما جه يقف السنه دي في اول الموسم، اللجان اشتغلت والدنيا اشتغلت، وانتوا عارفين اللجان دي هي اللي مشت شوبير الاسم الكبير اللي هو بيمشي اي حد، وكان بيتكلم على اي حد ما بيهموش اي حد. تخيل ان اللجان دي مشيته. فهو خدوا ذنب مصطفى شوبير بذنب ابوه، وبداوا يهاجموه ان هو ما يقفش والكلام ده. ولكن ادي النتيجه. شوف بقى ربك، تلف ومصطفى شوبير يركز وينزل ماتش المنتخب يصد ضربتين جزاء. سيبك من الاثنين اللي طلعوا بره، صد ضربتين جزاء، واخد بالك؟ وربنا بيديله حقه بقى، يعني ربنا العدل بيديله حقه وبيرجعه بقى بالشكل اللي انتوا شفتوه النهارده ده. الماتش اللي فات بتاع المنتخب لما ينزل يصد ضربتين، مع العلم ان الشناوي متميز يعني بصد ضربات الجزاء. ما تنسوش السوبر المصري السنه اللي فاتت لما كان لو شيكابالا جابها هيجيب جون وياخد الكاس. هو انقذ الدنيا ورجع الكاس تاني للجزيره. بس خلاص بقى، هي دي سنة الحياة يا كابتن شناوي بقى. يعني الأوان بقى إن شوبير هو اللي يبدأ، وأنت يعني خلاص أقف لغاية ما ترجع تقاتل تاني وتجيلك الفرصة تاني، والدنيا تبقى بس بالمجهود مش باللجان. يعني بالمجهود مش باللجان. وأنا مستغرب والله العظيم، يعني شوبير إمبراطور الإعلام وناظر الإعلام، والراجل اللي هو بصراحة لما جه النادي الأهلي يمكن ال القناة بقى ليها رونق تاني، يتضحى بيه عشان لجان.
يضحى بيه عشان لجان، دي حاجه غريبه الشكل بصراحه يعني. المهم نرجع مرجوعنا. الاهلي بيجيب الجون الاولاني عن طريق تريزيجيه، بعد كده بيجيب عن طريق محمد شريف. وانا برضو ما اعرفش النهارده يعني، انا الراجل عجبني في شويه حاجات بس ما عجبنيش في التغييره دي. عجبني قوي ان هو مصمم على ديانج ومقعد بن رمضان. بن رمضان ده كان كارثه، سبب الاداء السيء الفتره اللي فاتت دي بن رمضان لما كان بيلعب في نص الملعب، لان لا كان بيدافع ولا بيهاجم، وكله لعبه فاولات، ولا بيعمل اسيستات ولا بيشوط على الجون ولا يعني مالوش ميزه. فانا عجبني الراجل ده من يوم ما جه. النادي الاهلي كان عايز يمشي ديانج، وجابوا احمد رضا السنه اللي فاتت وطلعوه اعاره، حاجات كانت تجنن يعني. وكل ده عشان يجدد. دلوقتي ممكن ديانج يجدد عادي. ليه؟ لان الراجل محتضنه، الراجل عايزه، قال لهم واكبر اداره النادي الاهلي ان هو لازم يتجدد للراجل ده. لان ديانج يعني انا سامع وانتم سامعين ان هو مضى مره في مش عارف نادي قطري ومره تاني في نادي بيراميدز. بس اعتقد بعد ما الراجل احتضنه بالشكل ده وبدا يلعبه وبدا ان هو يستعين بيه، اعتقد ان هيصرف نظر ديانج عن الاحتراف وهيكمل مع النادي الاهلي. ده الفرق بقى، ده الفرق بين واحد كان جاي ياكل عيش وعايز يلعب كل الصفقات، واخد بالك، عشان يرضي الجماهير ويرضي الاداره، وواحد جاي النهارده بيقعد بن رمضان اللي هو الراجل المحترف ومش مقتنع شكله، مش مقتنع بيه، بيديله في اخر 5 دقائق النهارده. الى حد ما فرقه النادي الاهلي اتظبطت لما لعب ديانج جنب مروان عطيه. ناقص بقى تظبط بقى بعد رجوع امام عاشور، يقعد بقى زيزو، لان في الفتره دي لا هيلعب على تريزيجيه ولا هيلعب على بن شرقي، حق ربنا. والنهارده محمد شريف ما كانش يغير، هو اللي كان يغير زيزو وينزل امام عاشور، يديله الفتره دي عشان يرجع بسرعه، عشان في عندنا بطوله على الابواب بتاعه منتخب مصر اللي هي الامم الافريقيه، عشان يجهز من دلوقتي لغايه البطوله. فكان بدل ما يطلع محمد شريف كان لا يطلع زيزو وينزل امام عاشور. واعتقد ان امام عاشور النهارده خد اللقطه وهيرجع تاني ياخد اللقطه، وكده يبقى زيزو يعني بقى هيشوفوا له حته بقى يلعب فيها، لان امام خلاص انا متهيألي بعد الجون اللي جابه النهارده ده مش هيقعد، وهيبدا بيه الماتش اللي جاي، حتى لو هيبدا بيه تايم الماتش اللي جاي. بس هو اقل واحد في ال3 اللي بيلعبوا قدام هو زيزو، لان النهارده قلنا الشوط الاولاني اللي عامله تريزيجيه وبن شرقي، هو عمال يجري كده ويعمل كده وتتقطع منه الكوره، وبعد كده يعني مالوش اي كورنر. بقى نجيب واحد بقى زي بتوع اليد، لما تيجي كورنر نبقى ايه، يتصفر نوقف الملعب ينزل يرفع الكورنر ويخرج، غير كده ما مالوش اي ايجابيه في الملعب. غير خالص تريزيجيه بصراحه، وغير خالص بن شرقي، اللي هم لعيبه فعلا فارقين مع النادي الاهلي. وانا قلت الكلام ده، قلت في الدوري المصري وافريقيا الصفقات دي هتفرق، وفعلا فارقين قوي. انما اللي لسه ما فرقش خالص هو زيزو. ومحدش يقول لي ده في ماتش الزمالك، لا، في ماتش الزمالك زي ما هو عمل اسيست، طاهر عمل اسيست، مروان جاب جون وراجل بيلعب في نص الملعب، وكان ساعتها اللي جاب الجون الاولاني كان بن شرقي. يعني اي حد من ال3 دولت ياخدوا، بس هما طبعا كان اللجنه متوصيه ان هو لازم ياخد راجل المباراه، وما اعرفش ليه. ما انا بقول لك اهو، لو على الاسيست طاهر عمل اسيست ومات فيها وجابها من على خط الاوت وعملها بالعرض لمروان عطيه، ادي اسيست زي اسيست. الثاني بن شرقي جايب جون عالمي، مروان عطيه جايب جون عالمي، يعني راجل المباراه كان ياخدها واحد من ال3 دول، وهو يجي الرابع بقى، يعني ممكن يجي الرابع عشان الاسيست بس. انما ازاي بقى؟ لازم اللجنه تطلع لسانها وتقول لك اهو، هو اهو. على العموم يعني انا بتكلم بامانه ربنا، الاهلي يتظبط اكتر ويبقى قوي جدا بعد رجوع امام عاشور، يلعب تحت الفرود، يلعب محمد شريف اللي المفروض ما كانش يخرج النهارده وجاب جون ياخد الثقه، وعلى شماله وعلى يمينه ايا كان بقى تريزيجيه وبن شرقي اللي هم شايلين الفرقه من ساعه ما جم لغايه دلوقتي. فانا عاجبني الراجل ان هو لا بيستعين بمحمد رمضان، لان هو هرشه بدري بدري وكشفه بدري بدري وفقسه بدري بدري،
عشان كده نص الملعب بقى اتظبط تاني بالنسبة لفرقة النادي الأهلي. بقى عندك 2 ركائز أقوياء في الملعب، مروان وعندك ديانج. الفرقة كلها ممكن تهاجم على حسهم هم. هو بس ناقص بقى ان هو ايه، يدي الشكر في الحتة الهجومية الباك ليفت اللي هو جاي من سيراميكا. انا شايف ان الحتة دي التاني ده ممكن يأديها مثلا لما تلعبوا على واحد لعيب كورة زي اخوان بزيرة، زي حد مثلا يكون مؤثر في الفرق التانية، ممكن تلعبه ويمسكه. انما انت كنادي اهلي بتضغط على اي فرقة وعايز عندك حلول في كل حتة، ناحية اليمين وناحية الشمال، لازم يلعب شكري. وشكري ده انا بقول من اللعيبة الكويسة، بس ياخد فرصة. ياسين مرعي النهاردة وياسر ابراهيم، يعني النهاردة ما يسألوش عن الهدف. هو ياسين بس في الشوط الثاني، في اخر الشوط الثاني اتدلع في واحده اتاخدت اللي اتعمل بالعرض، اللي مصطفى شوبير انقذها. ويمكن اتعملت كده عشان مصطفى شوبير ياخد حقه، ينقذها عشان ياخد حقه. مروان عطية وديانج اعتقد النهارده من يعني بعد تريزيجيه وبعد بن شرقي هم نجوم المباراه. امام عاشور لما نزل اخر 10 دقائق جاب جون وتسبب في الجون اللي هو الرابع، الثالث، وجاب الجون الرابع. ايا كان بقى غلطه مش غلطه، بس المهم عنده الثقه ان هو يشوط على الجون في كورتين. واحده جت في رجل طاهر راحت لتريزيجيه، والثانيه لمست ايد الجون وخبطت في القائم ودخل. فانا شايف ان امام حافظ على الحته دي، وسيبك بقى من اللقطه وركز الفتره اللي جايه، عشان منتخب مصر الفتره اللي جايه دي محتاج، عشان بقى ما يبقاش فيه ايه كلام ويقول لك اصل لسه ما رجعش. اصل دوس بقى على نفسك الفتره دي عشان منتخب مصر. النادي الاهلي بيكسب شبيبه القبائل النهارده 4-1 في مباراه. انا شايف ان الشوط الاولاني النادي الاهلي عمل كل حاجه فيه، وضيع، جاب جونين وضيع حوالي 3-4 فرص. تريزيجيه تحديدا وبن شرقي عمل مباراه الشوط الاولاني كويسه. الشوط الثاني البدني وقع، وقبل البدني غلطة محمد الشناوي مع البدني كهربت اللقاء، ولكن الهدف الثالث والهدف الرابع قتلوا اللقاء. بس انا قلت الحاجات الفنية اللي هي كانت مفروض تحصل او اللي حصلت يعني، وان شاء الله باذن الله نشوف بقى ايه الفترة اللي جاية باذن الله بقى تطور بقى في الكرة المصرية، عشان عندنا افريقية سواء اهلي او زمالك او بيراميدز او مصري. يعني ال4 فرق دولت اللي هم بيلعبوا في افريقيا، ان شاء الله باذن الله عايزينهم ان هم يخشوا فورم الفترة اللي جاية، عشان عندنا بطولة مهمة اللي هي بطولة الامم الافريقية. اشوفكم ان شاء الله قريب. السلام عليكم.